بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو إن نادي القادسية يعني تحس كده إن هو قال لك ده أنا بدأت الموسم بشكل مختلف أو شكل سيء جدا، ولكن بحاول دلوقتي إن أنا ألحق شوية في الموسم. إزاي؟ النهارده من شوية وبينتهي مباراة أو بتنتهي مباراة القادسية مع النصر السعودي بفوز نادي النصر أو بفوز نادي القادسية على النصر 2-1. تقول لي القادسية فوز على النصر، طب إيه الحكاية في النصر؟ طب إيه المشاكل اللي حصلت مع بيقول لي بعد البداية يعني الجيدة جدًا، وبعد كده أنت بتكسب في 7 ماتشات أو 8 ماتشات أو 9 ماتشات من غير هزيمة، 10 ماتشات. طب النهارده بتخسر من القادسية 2-1، عندك استحواذ 66%، عندك استحواذ للقادسية 34%، عندك تسديد على المرمى 20 بالنسبة للنصر، عندك تسديد على المرمى بالنسبة للقادسية 10، ولكن محصلة اللقاء في النهاية 2-1 لنادي القادسية. يمكن نادي القادسية يا جماعة الناس كلها تنبأت له في بداية الموسم إن هو يعمل عامل فريق أحلام، عامل فريق كويس، عامل معاه مدرب كويس، عنده لاعبين على أعلى مستوى، ولكن كان بداية سيئة جدًا. أما النهارده وفوزه على نادي النصر، فباقول لك النهارده إن هو بيرفع رصيده ل22 نقطة، بيتساوى مع الشباب اللي كمان تعادل تقريبًا مع الأخدود 1-1 وبيوصل ل22 نقطة هو كمان، ولكن بيظل رصيد النصر على 22 نقطة. يعني النصر كان المفروض يوصل 25 النهارده، لأ اتغلب النهارده ووصل ل22 نقطة فقط لا غير زي ما هو، يعني لا زاد ولا نقص. يعني أنت بتتكلم إن ضاع منه 3 نقاط النهارده. ولكن تحية كبيرة جدًا لفرقة القادسية السعودية، يعني أو القادسية السعودي. 2-1 على نادي النصر. مش عارفين بالضبط النصر إيه اللي فيه، إيه حل مشاكله بتبقى إزاي. كل الموضوع إن هل بيقول كان يمتلك عصا سحرية لحل مشاكل لويس كاسترو السابقة، ولكن فوز كبير جدًا لنادي القادسية، وصوله للمركز الخامس ولكن بالتساوي مع نقاط مع النصر. يعني ممكن هو يبقى التالت أو يبقى الرابع، ولكن يعني مش عارفين القادسية جماهير أو جماهير النصر هتفضل مستحملة. جماهير النصر هتفضل الموضوع بالنسبة لها كده عادي. أكيد طبعًا في غليان كبير جدًا داخل الجمهور النصراوي بعد الهزيمة النهارده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.